ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة حاجة جميلة وسهلة في نفس الوقت. هتقومي ان شاء الله هتعمليها وهتلاقي مكونات موجودة عندك في البيت. هنعمل مع بعض العزيزية. يلا بينا نشوف مع بعض. ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي او اي نوع متوفر عندك، لتر وربع من اللبن، وهيبقى معايا قشطه، سواء قشطه علب او من على وش اللبن، وهيبقى معايا باكت من الكريم شانتيه، 2 ظرف فانيليا، وهيبقى معايا معلقتين كبار من النشا، سكر حسب الرغبه، وهيبقى معايا معلقتين كبار من الزبده. يلا بينا نشوف هنعمل العزيزيه بتاعتنا ازاي. كده حله هبتدي اضيف فيها لتر اللبن كامل. بسم الله. الربع التاني هسيبه لان هدوب فيه النشا والكريم شانتيه، وهبتدي اضيف ربع كوبايه فقط من الميه. بسم الله عشان المكرونه ما تشطش مني. وهبتدي اكسر المكرونه بتاعتي واضيفها في الحله. هبتدي ان انا اديلهم تقليبه وهرفعهم على النار بدون اي اضافات، هو اللبن فقط وربع كوبايه الميه، وارفعهم على النار لغايه ما المكرونه بتاعتي تستوى تماما. انت ممكن تستخدمي اي نوع مكرونه، مش شرط اسباجيتي. يلا بينا نرفع المكرونه بتاعتنا على النار على نار متوسطه علشان ما تشطش منك، او اقل من المتوسطه، واسيبها بقى لغايه ما تستوي ونرجع نكمل العزيزيه الجميله. استوت معايا كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى اسيبها تهدى شويه علشان نرجع نضربها مع بعض في الخلاط. هدت معانا، هنبتدي نصبها في الخلاط ونضربها كويس جدا جدا لغايه ما تنعم معانا. شايفين خليط المكرونه ناعم معايا بالشكل ده. انا كنت زودته كوبايتين كمان من اللبن لان حسيت ان النشا بتاعه المكرونه دي عالي جدا. لقيته رابط جامد معايا فزودت له كوبايتين من اللبن. دلوقتي بقى هبتدي ارفعهم على النار ونرجع نشوف. دلوقتي اجيب كوبايه اللبن اللي هو ربع لتر لبن يعادل كوبايه، وهناخد معلقه واحده بس من النشا لان القوام بتاع المكرونه تقيل. وهندوب كمان كريم شانتيه، هندوب الكلام ده كله مع بعض. كده احنا دوبنا معلقه النشا وباكت الكريم شانتيه في كوبايه اللبن. هنبتدي بقى نرفعهم على المكرونه اللي على شكل المكرونه بتاعتي وهي على النار. هنبتدي دلوقتي نضيف اللبن اللي مدوبين فيه معلقه النشا وباكت الكريم شانتيه. هنبتدي نضيف السكر. ودلوقتي هبتدي اضيف القشطه. هبتدي اضيف معلقه الزبده. بتاعي ابتدى يخرج فقاعات كده زي ما انتوا شايفين، يبقى هو كده استوى. هنبتدي بقى نطفي عليه
وهنشوف مع بعض. هنجيب صينيه وهنحط فيها قطعه من الزبده وهنبتدي نوزعها في الصينيه علشان نصب العزيزيه بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبتدي بقى نخبط الصينيه بتاعتنا كويس عشان السطح بتاعها يتساوى. وانا كنت ضفت الفانيليا بس الجزء ده للاسف ما اتصورش. هنسيب الوش بتاعها كده. العزيزيه بتاعتنا هدت شويه وكونت طبقه، كونت وش. هنبتدي دلوقتي ندهنها بشويه من الزبده او السمنه المتاح عندك. دهنا وشها بالزبده او السمنه. هنبتدي دلوقتي ندخلها تحت الشوايه. الشوايه فقط هي اللي والعه، الفرن لا، هي مستويه معانا على البوتاجاز. احنا مجرد ان احنا عايزينها تاخد وش بس مفيش اكتر. شكل العزيزيه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. دلوقتي بقى لازم نسيبها تبرد الاول وبعد كده ندخلها التلاجة علشان نعرف نقطعها كده. شكل العزيزيه بتاعتنا بعد ما خرجت من التلاجة. طبعا خرجت من الفرن، سيبناها تبرد وحطيناها في التلاجة عشان نعرف نقطعها كده لقطع زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله تبارك الله، شكلها تحفة جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، واتمنى انكم تجربوا العزيزيه الجميله دي. وما تنسوش لايك وشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.